برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. مساء الورد والجمال، معاكم جرمينة خليل في برنامج قوي قلبك. في كل حلقة هنحاول دايما ندور على الطاقة الإيجابية اللي دايما بنحتاجها وعايزينها في حياتنا. ساعات كتير بتصحى من النوم بتحس إنك مش قادر تتحرك من السرير، وبتحس إنك عامل زي الطفل اللي مش عايز يروح المدرسة، وده إحساسك للأسف. وبتاخد كده تنهيدة اللي هو أيوة هي دي. بتحس إنك مش عايز تروح الشغل، أو إنك ممكن تحس بشعور تاني خالص، وهو إنك مش عارف تنام بسبب التفكير الزايد. والتفكير ده اللي هو الأوفر سينك بتاع الليل الجميل، وتفتكر كل الحاجات الوحشة اللي مريت بيها في حياتك، والماضي وكل الذكريات وكل الحاجات الوحشة اللي بتمر فيها كمان دلوقتي. وبالتالي قلة نوم وأرق، وفي كل الأحوال عندك طاقة سلبية ومش عايز تروح شغلك. ساعات تانية بتكون بتفكر في كل التاسكات اللي هي المهام اللي هتروح تعملها، وساعات بتفكر في كمية الخوازيق اللي ممكن تقابلها من الناس اللي بيتمنوا لك الخير طبعا. فاهمني انت؟ ويجي وقت الأجازة المفروض انك تعمل حاجة مختلفة، بالعكس بتلاقي نفسك عايز تنام أو قاعد من غير ما تعمل حاجة خالص، وكأنك في حالة ذهول من كتر اللي بيحصل معاك الأسبوع كله. تفاصيل يومية بتأثر عليك وبتخليك مش قادر تكون كويس. انت عارف ليه؟ لأنك ممكن تكون بتقابل ناس نفوسها مش كويسة، أو إنك في بيئة غير صحية للعمل، أو إن الإدارة بتتعبك. عشان كده لازم تخرج من الحالة دي. كنت مرة سمعت جملة بتقول اعتزل ما يؤذيك، ودي جملة منطقية جدا لو فكرنا فيها، إنك لازم تبعد عن أي حاجة بتوتر أعصابك. ممكن يكون مش سهل وأنا فاهماك إنك تاخد قرار مصيري، بس هو ده الأفضل، وحاول تدرب نفسك على كده. لو أنت فعلا متضايق من ناس معينة، ابعد عنهم، اتجاهلهم، اطلب نقلك من المكان. لو مش قابل نظام العمل، غير مكانك خالص. حاول الصبح وانت بتظبط المنبه اظبطها كده على أغنية بتحب تسمعها، برضه هتغير مودك جدا. لو مخنوق جدا وحاسس إن كل البيبان متقفلة، اقرأ أدعية دينية سواء مسلم أو مسيحي. حب نفسك كل يوم، وقول لنفسك دايما إنك الأفضل، وإنك هتوصل لحلمك مهما طال الوقت. لو عندك هواية أو عندك حاجات نفسك تعملها، نفذها وهتفرق معاك كتير. الأجازة مش للنوم وبس، الأجازة للخروج، وممكن تسافر كده وتطلع رحلة يومين، برضه هتحس بفرق، وإنك هتبعد عن أي حاجة بتوترك. الحل الوحيد هو إنك عالج نفسك بنفسك، لإنك تقدر تغير من مودك للأفضل. أنت عارف إنك لو ضحكت مرة واحدة في اليوم هتساعدك على تقوية المناعة. دايما افتكر إن الفترة الصعبة مش مستمرة، وهتاخد وقتها وهتعدي. ما تركزش على المشكلة، ركز على حلها، وهتلاقي نفسك بدأت تفكر بشكل إيجابي. أقولك أنت قدها. رمضان الكريم مع جرمينة خليل، قوي قلبك على راديو برونتو.